بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم درت هذا الوصفة تاع الفلون، بغيت نشاركها معكم. تحضريها كي تبغي تبدلي التحلية للصحة. فيلا نروحوا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. جيبي أي نوع من البسكوي عندك، نغطسه، نغطس بالوحدة ونحط نستف في الصينية حتى نشكل طبقة وطبقتين على حسب الكمية اللي عندك. ثم نحضر الطبقة الثانية وهي الفلون. نجيب 1 لتر حليب ونحط فيه علبة تاع فلون كراميل، ولا استعملت العلبة الصغيرة نحط علبتين، 2 علب، ونزيد له 2 مغارف سكر، ثم نضيف 2 مغارف مايزينا، وفي الأخير 2 علب كريم ديسير كراميل، ونخلط بارد في بارد حتى تذوب كل المايزينا تذوب مع الحليب، ونديها للنار. كذلك نحرك فوق النار، نواصل التحريك فوق النار حتى يذوب لي كل الخليط ويتقل، حتى يتقل الخليط فوق النار. نجيبها نفرغه فوق البسكوي اللي وجدته من قبل، نفرغه كامل وندخله للثلاجة ونخليه يبرد حتى يجمد. كي يجمد الفلون نروح نحضر الطبقة الثالثة اللي هي الكراميل. نحط كاس سكر في مقلاة ونحرك على نار هادية، نحرك حتى يذوب كامل السكر. نزيد له كي يذوب نزيد له مغرف صغيرة زبدة، ونواصل التحريك حتى تدخل كل هذيك الزبدة في السكر. ثم نزيد 4 مغارف حليب ونواصل التحريك حتى تنسجم كل المقادير عندي وتذوب مع بعض. وفي الأخير نزيد 1 كريم ديسير، ونحرك حتى تذوب يذوب كل المقادير مع بعض. نروح نفرغها، نخرج الفلون تاعي ونفرغها فوق الفلون، وهنا نقدر نزيد لها نص كاس كاوكاو مطحون، ولكن أنا ما توفرش عندي. ثم نسوي الكراميل فوق السطح. وهنا تبغي تخليها كيما راهي، تبغي تزينيها باللي بغيتي. يعني أنا رشيت شوية هكا تاع كاوكاو إيفيلي، واستعملت هذاك الكيس اللي موجود في العلبة تاع الفلون، كذلك زينت به استعملته. تزيني وتدخليها للثلاجة وتخليها تبرد حتى لوقت التقديم، وتقطعيها وتحطيها في طبق التقديم. وهذا الوصفة يعني هذه هي سهلة، ما فيها حتى صعوبة، ووصفة يعني فلون هذا يعني الوصفة جات بنينة، تقدري تحضريها إذا جاوك ضياف ولا تبغي تبدلي بالسهرات. يعني وصفة مشرفة هذه هي، وبالصحة والراحة. نلتقي في فرصة أخرى إن شاء الله.